السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، نصلي على الحبيب المصطفى ونبدأ كلامنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونشوف الماسك الجميل، الماسك اللي كله يعني فوائد للشعر التالف، الشعر الهايش، الشعر المتقصف، الشعر يكاد فاقد الصحة. احنا بنجيب بذر الكتان اللي هو مليء بالاوميجا 3 والأحماض الدهنية وكل الفوائد العديدة اللي موجودة فيه، ومادة السيلينيوم اللي هو المغذية للشعر وللبشرة. احنا بناخد معلقتين من بذر الكتان وبنحط عليهم كوباية مية زي ما احنا شايفين، وهنبدأ نرفعه على النار يغلي لمدة 5 دقايق، فبيكون مادة جيلاتينية كده عاملة زي الجيل. بناخدها وبنصفيه وهو سخن، نصفيه وهو سخن علشان المادة دي بتبقى لزجة، لما بتبرد ما بتنزلش. تمام، بشاشة بمصفى يعني صفيه. وزي ما احنا شايفين الجل زي ما انا برفعه كده وبالمعلقة، المادة بردت خالص والجيلاتين بقى تقيل، اللي هو اللي طالع من بذر الكتان. بناخده بقى وهنعاير 5 معالق. طبعا صعب المعايرة لان بيبقى يجري عامل زي الجيلي كده، يقعد يجري من المعلقة. فلو قدرتي ان انت تحكمي الامر وتعايري 5 معالق منه على حسب الشعر، يعني انا شعري مثلا هياخد 5 معالق. ممكن شعري مثلا طويل وتقيل ممكن ياخد من 6 7 معالق، فعلى حسب الشعر. فانا شعري يعني يا دوبك وسط، لا طويل ولا تقيل، في المعقول. ف5 معالق حلوين قوي، لان انا بعمل الوصفة دي ليا، لان شعري من الصبغة طبعا يكاد فقد صحته، يكاد خلاص بقى متقصف، بقى هايش. وفي علامات هنا ان احنا كده بقى يعني محتاجين فعلا ان احنا نعمل البروتين اللي احنا بنصممه ده لشعرنا. العلامات ان الشعرايه بتبقى في اخرها متشققه، الشعرايه هشه، اللي الشعرايه متقصفه، الشعرايه صعبه جدا جدا. فاحنا بنضيف على الجيلاتين ده 5 زيوت مفيده، مش هنضيف ال5، هم في 5 زيوت مفيده للشعر. بنضيفهم على الجيلاتين، لكن احنا هناخد 2 منهم. يعني تشويري بال5 ده ان انا بقول 5 زيوت مفيدة في الحالة دي، بس هنختار 2 منهم. هما ايه؟ انا خدت بذر العنب والجوجوبا من ال5 اللي انا بقى هقول عليهم. عندنا ال5 اللي هو زيت اللوز، جوجوبا، جنين القمح، اللي عندنا بذور العنب، الافوكادو. اي نوعين من الاتنين دول. يبقى احنا عندنا ال5: زيت اللوز، زيت جنين القمح، زيت بذور العنب، عندنا الجوجوبا، اللوز الحلو. نختار 2 منهم. الافوكادو نختار 2 منهم. ممكن نربهم بالشوكة او وخلاص كده الوصفة على كده، ونبدأ نجزأها على الشعر او نوزعها على الشعر. لكن انا ما بكتفيش بكده، واللون وفي نفس الوقت بتبقى يعني ماسكة الجيلي بتاع البذر الكتان بيبقى صعب. لا، احنا هناخدها على الخلاط، لو ابسط حاجة على الخلاط ونضربها فيه، فبتتحول لفوق لجل ابيض كده او كريم ابيض. فبيبقى سهل ان انت توزعيه على الشعر بسهولة وبارتياحية يعني. فاللي ما عندهوش هاند بلندر يعمل الخطوة ديت في الخلاط عادي. عاوزة تستكفي على كده بس تضربيه بشوكة كويس ان هو يمتزج الزيوت اللي احنا حطيناها في الجيلاتين. ده يعني افضل بروتين طبيعي للشعر. البروتين ده لان فيه فوائد كتيرة جدا، يعني الاحماض الدهنية اللي موجودة في الاوميجا 3 والحاجات اللي هي من بذر الكتان، عندك الكولاجين، عندكم فيتامين اي وبي وسي موجودين فيه، فيتامين اي. يعني كل الفيتامينات المغذية للشعر هتكون في الوصفة ديت، فبالتأكيد هيبقى اقوى بروتين علاجي للشعر، لان الشعر بينتج مادة البروتين دي طبيعي، فلما بيفقدها بيبقى الشعرية متقصفة، الشعرية هشة، الشعرية ممكن تتقطم، الشعرية بتنزل بطولها من الشعر، في تساقط صعب. فالبروتين ده هيعالج ده كله لو داومنا عليه. ومرة في الأسبوع، يعني عندك لو حطيناه مرة في الأسبوع
اتفرجي على الفرق الكبير اللي هتحسيه في شعرك، اتفرجي على جمال شعرك، اتفرجي انه مش هيبقى جاف، مش هيبقى متقصف، مش هيتساقط، لا هيبقى قوي وصحي. بنحط الماسك ده لمدة ساعة على الشعر او ساعة ونص او ساعتين، مش هيضر. ونرجع نشطفه بشامبو كويس، يكون خالي من السلفات. وفي نفس الوقت الماسك ده بيقوي البصيلة والشعراية المتشققة اللي هي بتبقى نازلة، زي ما انا بشاور كده وبقول بتبقى شعراية تكاد مفتحة كده من اطرافها، يكاد متقصفة هايشة. دي بقى يعني زي اللي بتقول عالجيني عالجيني ببروتين طبيعي كده، بروتين كله يعني غني بالاوميجا 3، غني بمادة السيلينيوم، غني بمغذيات طبيعية، يعني بروتين كله فوائد، كله فوائد بجد بجد. مش هتندمي ان انت تعملي الوصفة وجربيها، وانت بنفسك هتشكرين عليها. وانا مش عاوزة اي شكر، بس يا ريت يا ريت الكل يستعنى بشعره، لان الشعر المرأة هو تاجها. واي تقصف، اي هيشان، اي بهتان، اي عدم يعني قوة او صحة للشعراية طبعا بيعود على النفسية بحاجة سيئة جدا. فطول ما الشعراية صحية، الواحد بيبص لنفسه في المراية بيتألق كده بمظهر كويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحبكم في الله.